ابن زياد كتب لعمر بن سعد لما أرسله إلى قتل الحسين، كتب له هذا الكتاب، قال: فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره بعد وظهره. أنتم تخيلوا الحالة، شلون أول مرة يضعون الصدر ثم كيف يضعون الظهر، ثم يعلل يقول: ولست أرى أن هذا يضر بعد الموت شيئا. هذا ما يضر. بعد ليش هاي النذالة، هذا اللؤم؟ ولكن على قول قد قلته لفعلت هذا به. مجرد فرد قول قال في يوم من الأيام أني لو قتلت الحسين أوطئ الخيل صدره. أي شرف هذا عندنا المعركة، الحرب، أي رجولة عنده، أي ضمير. ماذا يصنع وطئ الخيل بالبدن؟ فكروا. ثم لماذا صدره وظهره؟ والصدر ما يكفي؟ لا، ما اكتفى صدره وظهره. يستفاد من الأخبار أن أكثر من مرة وطأوا جسد الحسين، حتى في ليلة 11 من المحرم بعد انتهاء المعركة وسدول الليل تجهزوا لسحق صدر الحسين. هذا الأسد اللي الله عز وجل أرسله لحماية جسد الحسين، حتى تعرفون ليش أعداء بهذه الدرجة من النذالة. كل هذا يعلم به الحسين، يعلم بحصوله وصابر عليه. لذا جعل الله عز وجل محبته في القلوب، في الصدور، وصار المؤمنون يلطمون صدورهم ويضربون ظهورهم ويجرحون رؤوسهم. هذه كلها آلام الحسين، مصائب الحسين، الله عز وجل أودعها في القلوب.